المطلوب يصير تخريب وما يتدخل الجيش، المطلوب يصير في تخريب وقتل ما يتدخل الأمن، المطلوب على المستوى السياسي إنهم يضربوا الأمن ويضربوا الجيش بوسائل إعلام تبعهم لحتى يفضوا البلد، لحتى البلد تصير مشاع للمخربين. الجيش هي حماية الوطن، أولا وأخيرا هي حماية الوطن، جيش عقائدي يعني، ولازم يكون في لهم يعني بهيك مثل ما حدث جسر الشور، لازم يكون في لهم دور فعال جدا جدا ويحسم الموقف على السريع. حتى نحن بنتمنى انه ننزل على الساحه ونلبس بدله الجيش، حتى نساء سوريا بتوقع كلياتهم انه قادرين وعم يطلبوا انه ينزلوا يشاركوا اخواتهم واولادهم بالدفاع عن وطنهم. يعني كسوريين يعني بدنا الامن والامان بسوريا، بدنا يكون يعني شعبنا كله امن، بدنا نرجع يعني الاحوال مثل الاول. نحن عندنا وصول الجيش هو اهم من كل شيء لحمايه الوطن وحمايه المواطنين بنفس الوقت. السلامي هدول عيوننا وقلبنا وروحنا وبتقبلوا من اجريهم، والله هدول ناس يعني ايش بدي اقول لك، بتشكرهم جميعا الشكر وعاجزين عن الشكر لهم بكل رحب وبكل حنيه وبكل محبه، لانه هذا الجيش كمان اولادنا، الجيش اولادنا ودمان غريبين وبيصير عليهم شيء كانه صار على اولادنا نحن. لازم يدخل الجيش سابقا من اول مشان يهدئ من روعيه المواطنين من الفزع ويضرب هودي يعني بايد من حديد. الجيش لابد منه بكل وقت لحتى هو يعني يكون الحرس والحمايه للوطن وللمواطن. نحن صرنا نخاف ان نطلع برا بالليل نزور اقاربنا ما بقى نقدر. بنشكر الجيش العربي السوري اللي اجى لعنا مشان يحمينا ويحمي اطفالنا ويحمي هالبلد. دخول الجيش لهالبلد مع الاستقرار، بلدنا بلد الثقافه والحريه والديمقراطيه، بس هدول فهمانينا غلط. الجيش أهم وظائفه هو حماية الحدود وحماية المواطنين بالداخل، هذا الأمر بيؤدي إلى يعني بسط الأمان وبالتالي إلى إجراء عملية الإصلاح بطريقة هادئة وفعالة أكثر. نحن بنقول له للجيش الله ينصرك والله يثبت أقدامك، ونحن كل الشعب السوري مع الجيش. نحن مع تدخل الجيش معه للعظم، لأنه هو جيش منا وفينا، لأنه اللي عم يقتلون عم يقتلوا أولادهم وأخواتهم وهي مو حاسين بهالشيء اللي عم يعملوا. بنتمنى الجيش دائما يدخل ليحمي أمن هالبلد، هو خلق ليحمي أمننا وأمن هالبلد ويحمي أطفالنا ويحمي هالبلد من التخريب اللي عم يصير الما له وعي واللي تابع لأجندات خارجية نحن نرفضها وبنرفض أي تدخل أجنبي. نحن مع تدخل الجيش، لأنه زي ما أنتم شايفين أنه الجماعات المسلحة عم تقتل بالناس الأبرياء، والجيش طبعا هو وضع للحفاظ على الأمن.